صباح الخير. صاحي متأخر طبعا كالعادة. أنا ما بصحاش قبل الساعة 9 تقريبا. ده في اليوم اللي بيبقى فيه عليا دروس، إنما اليوم اللي بيبقى فيه عليا مدرسة بصحى من الساعة 7 بقى، وبيبقى حاجة ما يعلم بها إلا ربنا يعني. المهم إن إحنا يعني إيه، ده أول فلوج تقريبا هنعمله، لأن يعني أنا كنت مقرر إن أنا هعمل كده لما آخد الخطوة بتاعت إن أنا أتعلم إنجليزي. فعلى مدار اليوم هقول لك الموضوع مشي إزاي، وهقول لك أنا عملت إيه، وهقول لك إيه اللي كان حصل قبل كده. تمام. بس خلينا نخطط للحاجات اللي إحنا هنعملها النهاردة في اليوم، لأن أنا عندي شغل كتير. عندي تقريبا مجموعات من الساعة 10 لحد الساعة 6 تقريبا، ومعظمهم امتحانات على نص المنهج. الطلبة اللي عندي عندهم امتحان على نص المنهج، وكمان بالليل عندي مجموعتين بالليل. فاليوم مزدحم، اليوم مزدحم، فاحنا محتاجين نخطط له كويس عن الحاجات، عشان الحاجات اللي احنا هنقدر نعملها والحاجات اللي هننزلها على اليوتيوب. لأنك ظننت أن منك شيئا، إن أنا هعمل. وهذه العبارة معقود فيها الخذلان والعياذ بالله. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. بس هو انا الحقيقة مش مخطط لحاجات كتير في اليوم، بس هي الفكرة كلها ان اليوم اصلا يعني في مجموعات كتيرة بسبب اللي هو الدروس اللي عندي او الشغل اللي عندي وكده يعني. تمام. بس في سؤال مهم بيطرح نفسه: هل كل تأخيرة ودايما بتكون خير، او هل كل تأخيرة فيها خيرة زي ما بيقولوا؟ يوم شاق، بجد يوم شاق. هل كل تأخيرة وفيها خيرة؟ الله أعلم. ده اللي هنكتشفه مع بعض. محتاج أكلمك عن إن أنا يعني أنا مدرس إنجليزي. تمام. بس في مشكلة بسيطة قد كده، إن أنا يعني أنا مش عايز أبقى مدرس إنجليزي، بس مش عايز أبقى مدرس إنجليزي عادي. في يعني أنت لو تعرف مثلا في ناس هتلاقيهم بيعرفوا يتكلموا إنجليزي كويس جدا، بس ما بيعرفش يشرح، أو ما بيعرفش يشرح الجرامر اللي هو بيتكلم بيه. اللي هو يمسك منهج بتاع طلبة يقعد يشرحه، ما بيعرفش يعمل كده. والعكس، في الشخص اللي هو بيشرح الجرامر والفوكاب، وبيشرح اللي هو كل حاجة في منهج الطلبة اللي عنده في الدرس أو الطلبة اللي عنده في المجموعات. تمام. بس ما بيعرفش يتكلم إنجليش، أو الفلو اللي هو الكلام بتاعه بالإنجليزي دايما بيقطع. تلاقيه إن هو بيتكلم يعمل إزاي؟ آه إن يقعد يفكر في الجملة في دماغه قبل ما يقولها. فأنا كنت من النوع التاني، اللي هو إن أنا بعرف أشرح الجرامر أو بعرف أشرح الفوكاب للطلبة اللي قدامي، وبنحل الأسئلة اللي مطلوبة منهم في الامتحان. لأن أنا يعني أنا بعلمهم إزاي يعدوا الامتحان، ما بعلمهمش إنجليزي، أنا بعلمهم إزاي يعدوا الامتحان. وده موجود عند كل الطلبة. لأن أنت لو فكرت يعني المدرسين هيبقوا عارفين النقطة دي أكتر. لو فكرت تعلم الطلبة بطريقة مثالية شوية، اللي هو إزاي تعلمهم يتكلموا أو الكلام ده كله، فهم مش فارق معاهم. هم بالنسبة لهم اللي فارق معاهم إن هم إزاي يعدوا الامتحان. فأنا ما كنتش عايز أبقى الشخص اللي هو بيشرح جرامر وبيشرح فوكاب وبس. تمام. أنا عايز أكون الشخص، أو عايز أكون الشخصين. عايز إن أنا أكون بشرح جرامر وفوكاب، وفي نفس الوقت بعرف أتكلم إنجليزي كويس، والفلو عندي كويس. طيب، هعمل ده إزاي؟ بإن أنا آخد كورس. طب، وأنا في الكلية بصراحة ما كانش ينفع إن أنا أسكت من غير ما آخد كورس، أو إن أنا أطور نفسي شوية. فقعدت يعني مع اللي هو الكورس بتاع إبراهيم عادل، أو قعدت في الفيديوهات بتاعت إبراهيم عادل. تمام. قعدت إن أنا آخد الفيديوهات بتاعة إبراهيم عادل واحدة واحدة، واستفدت منها، مش هانكر إن أنا استفدت منها. بس الفكرة كلها هي الكلام، إن أنت مش عارف تتكلم. لما بتيجي تتكلم مع حد إنجليش بتتلقلق، أو بتلجلج زي ما بيقولوا. تمام. بتعمل لاج وأنت بتتكلم، بتقطع الشبكة عندك، بتقطع عامل زي شركة وي. فقررت إن أنا آخد كورس مدفوع، تمام، علشان أقدر إن أنا أمارس اللغة دي مع حد. الخيارات اللي كانت قدامي كان في يعني حد تبع جامعة، مش عارف هو حقيقي ولا لأ، بس في مكان في اسكندرية بيدي كورس. طب بيقولوا إن هو تبع جامعة كامبريدج. لما رحت هناك لقيته ب1000 دولار. والله العظيم لقيته ب1000 دولار، يعني 50,000 جنيه في الشهر. اللي هو يا عم إن شاء الله عني ما اتكلمت إنجليزي. طيب، الخيار التاني كان إن أنا أروح مع هذا الشخص اللي هو عمر عبد الرحيم، اللي هو مدرس أو صاحب قناة اللي هو إيه، عمر عبد الرحيم. هو عامل القناة اسمها عمر عبد الرحيم، وعنده شركة اسمها جيت واي. تمام. طيب، رحت على جيت واي: السلام عليكم، عايز آخد كورس عندكم أونلاين.
الكلام ده إمتى؟ الكلام ده كان في شهر مايو تقريبًا في سنة 2025. طيب بكام؟ الكورس كان ساعتين أو حصتين في الأسبوع، محاضرتين في الأسبوع، المحاضرة 3 ساعات تمام، وهتاخد اللي هو 8 محاضرات في الشهر تمام، وبعد كده بنعمل لك اختبار علشان تقدر إن أنت تعدّي للlevel اللي بعده. طيب بكام؟ نيجي بقى للنقطة المهمة، 900 جنيه في الشهر. حاليًا بالنسبة لي أنا 900 جنيه في الشهر، أنا لو كان رجع بيّا الزمن أنا كنت وافقت، ما كنتش أجّلت الموضوع. ليه؟ أنا ساعتها كنت لسه في الأول، في بداية شغلي في مجال الدروس، فما كانش في السيولة أو ما كانش في الراحة المادية اللي تخلّيني آخُد كورس زي ده أو آخُد كورس ب900 جنيه في الشهر وأنا ملتزم بالتزامات تانية، فأجّلت الموضوع تمام. طيب رجعنا لنفس النقطة، أنا عايز أروح أشتغل في مدرسة لغات أو في مدرسة international. طيب أنت مطلوب منّك في المدرسة اللغات وفي المدرسة الinternational إن أنت تشرح الgrammar، يكون يعني الgrammar بيكون advanced شوية أو متقدِّم شوية، الvocab لازم يكون نُطقك فيها الpronunciation بتاعك في النطق بتاع في النطق بتاع الكلمات يكون perfect، ما يكونش فيه ولا غلطة، يكون عندك flexibility في الكلام ويكون عندك flow في الكلام بتاعك مع الطلبة اللي قدّامك تمام، وأهم نقطة إن أنت تشرح الgrammar ده بالEnglish. طيب ما كنتش أعرف النقطة دي رُحت عملت الdemo، بس المشكلة إن أنا ما كنتش أعرف النقطة بتاعة إن أنا لازم أشرح الgrammar على الأقل 90% من كلامي يكون بالEnglish. ده كان في مدرسة خاصة كمان مش في مدرسة international، كان في مدرسة خاصة، لازم 90% من كلامي يكون بالEnglish ماشي. شغالين، ماشية الدنيا، ماشي، عرفنا إن إحنا نشرح وبتاع والكلام ده كلّه، 90% من كلامي أو 80% من كلامي كان بالEnglish. بس وعلى فكرة المدرسة وافقت، يعني المدرسة وافقت، بس أنا اللي ما كنتش راضي عن نَفْسي، أنا اللي ما كنتش راضي عن فكرة إن أنا باقف في الكلام أو باتلجلج في الكلام، يعني لإن هيبقى قدّامك طلبة والطلبة دي ممكن يا عالِم إن هو يرمي لك سؤال عامل إزاي أو يا عالِم الطلبة دي بتاخد مثلًا دروس مع مين أو الكلام ده كلّه، ما كانش ينفع. علشان كده رفضت، ورُحت ساعتها روّحت البيت، إزيك، السلام عليكم، أنا جاي آخُد معاكم كورس أونلاين للمرّة التانية. بكام؟ 1250. يا دي النيلة! وللمرّة التانية بارفض وبأجّل الموضوع. كمّلنا شوية، عملت قناة على اليوتيوب، واحدة واحدة القناة بدأت تكبر وتزيد، وصلنا إن أنا داخل دلوقتي حوالي في ال1.000.000 view على الفيديوهات اللي عندي على اليوتيوب، داخل في ال1.000.000 view يعني في حوالي at least 1.000.000 واحد شافك أو 800,000 واحد شافك، يعني لو حد كرر الفيديوهات مرّة تانية، في حوالي 800,000 واحد شافك، أنت فاهم العدد، فاهم الرقم عامل إزاي، تمام، وبدأ إن هو ييجي لي شغل أونلاين، ماشي، نفس الفكرة مرّة تانية. أنا مش عايز يكون الشخص اللي بيشرح grammar بيشرح vocab بيشرح وبيحل مع الطلبة الأسئلة وبيبسّط لهم الإجابات أو بيبسّط لهم الgrammar اللي عندهم، وفي نفس الوقت لمّا آجي أتحط في مكان إن أنا أكون باتكلم فيه English على طول ما أكونش باعرف أو أكون باتلقلق، مش باعرف إن أنا أميح لأ، أكون باتلقلق وأنا باتكلم. رُحت لgateway تاني، إزيكم أنا عايز آخُد معاكم كورس أونلاين، أنا عايز آخُد معاكم كورس أونلاين. طيب بكام؟ ب1650. بُص، ماديًا ماشي، أنا أقدر على الموضوع ده، ماشي، بس هنا بقى جات النقطة، إن أنا يعني ليه ما خدتش الموضوع ده من الأول؟ يعني أنا مثلًا لو كنت أخدت أنا المفروض هابدأ معاهم من level 8، هابدأ معاهم من level 8 تمام، عملت امتحان تحديد مستوى وبتاع وهابدأ معاهم من level 8. طيب أنا لو كنت بدأت في الcourse ده مثلًا من زي ما قُلت اللي هو شهر 9 اللي فات أو شهر 5 اللي فات، كان زماني خلّصته. وكمان gateway فيهم ميزة، إن هُم بعد أنت ما بتخلّص بيعملوا لك كام اختبار كده لو أنت عايز تكمّل معاهم وتكون trainer عندهم أو تكون أنت مُدرِّب أو تكون أنت الشخص اللي بيشرح والشخص اللي بيتكلّم مع الناس تمام، فعندهم الميزة دي كويسة. فأنا لو كنت بدأت ما كان زماني دلوقتي شغّال معاهم، وكان زماني دلوقتي خلّصت الcourse أصلًا تمام. طيب
ليه التأخير؟ مش عارف، بصراحة مش عارف. دي الفكرة من الفيديو. دوس في الحاجة، دوس في أنا عارف إن هي في الأول مثلًا هتلاقي الدنيا صعبة ومقفّلة عليك ومزنّقة، بس دوس في الحاجة، أحسن ما تتأخّر وتزيد عليك في تكلفة الفلوس وتزيد عليك في الوقت والكلام ده كلّه، تمام. طيب اللي أنا وصلت له في الآخر، رُحت دفعت الفلوس رُحت دفعت ال1650 وعملت اختبار تحديد المستوى، والمفروض إن أنا هابدأ معاهم في بداية شهر 5 إن شاء الله. الله أعلم بقى الطريقة هتمشّي إزاي أو الدنيا هتمشّي إزاي معاهم أو الدنيا هتمشّي إزاي في الشرح وفي الكلام ده كلّه، وخصوصًا كمان إن أنا هابقى متفرّغ ليهم في الأجازة. فهاقول لك الupdates الجديدة اللي بتحصل في كل شوية، أو هاقول لك الupdates الجديدة اللي بتحصل كل شوية في اللي هو الموضوع بتاع gateway أو في المحاضرات بتاعة gateway يعني، تمام. بس كده، ده كان كل كلامنا، فيا دوب بقى ألحق أروح أمنتج الفيديو ده أو ألحق أضبّط الفيديو ده عشان عندي مدرسة الصبح. أنا خلّصت كُلّية وما بقيتش أصحى بدري، أنا ما كنتش باصحى في الكُلّية بدري كده، بس عندي مدرسة الصبح ولازم أصحى لها ودروس بعد المدرسة. ربنا يعدّي الأيام دي على خير. بس كده يا سيدي، أشوفك بقى المرّة الجاية إن شاء الله. سلام.